يلا بينا النهاردة هنعمل حمص الشام من غير كلام كتير ولا تكاليف كتير وحاجة كده فاخر من الآخر. بصوا الحلاوة. وهنعمل كمان معاه الدقة، وحمص الشام من غير الدقة هقوله لأ. بصوا الحلاوة. يلا بينا نحضرها سوا. هنجيب الخلاط وننزل فيه ب4 حبات من الطماطم، عليهم 3 فصوص من الثوم، عليها بصلاية وسط، وعليهم نص كوباية من المية. اضرب كل ده في الخلاط. حلو الكلام. بعدين معلقة كبيرة من الكمون، معلقة صغيرة من البابريكا، وارجع اضرب تاني في الخلاط. هنا حمص الشام عندي كيلو، كنت سايباه ومنقوع ليلة كاملة. حل على النار، هحطه يغلي كده غلوة محترمة. كل ما يغلي اشيل الريم. هبتدي احط عليه معلقة صغيرة من السكر، معلقتين كبار من الملح، وعندي ليمونة مقطوعة نصين. اسيبه كده يغلي غلوة محترمة كده مع بعض. اول ما يغلي هبتدي انزل بالمجموعة اللي انا ضربتها في الخلاط. هنا القوام او الكمية كانت كتيرة شوية عن الحلة، نقصت منها وسبتها تغلي براحتها كده، والحمص يستوي براحته. تعالوا بصوا، شايفين ده اللون بقى اللي انا عايزاه؟ حلو قوي، ادت غلوة. وكمان حمص الشام بدأ ان هو يستوي، ويعيني على الروايح اللي طالعه. يلا بقى نعمل الدقة. شوية من الصلصة، معلقة كبيرة من الشطة، معلقة صغيرة من الكمون، وعصير ليمونتين. قلب قلب كده خلاص. بقت جاهزة عندي الدقة. وقت ما تحبي تضيفيها حطيها بالرغبة او حسب ما تبقي محتاجاها على كوباية حمص الشام بتاعتك. زي الفل. خلصت وصفة النهاردة. حمص الشام تستاهل ان انت تجربيه. لذيذ ولذاذة ومدفينا قوي. بالهنا والشفا مقدما. دي وصفة النهاردة، ما تنسيش تعملي لها لايك وسيف علشان تحتاجيها اكيد. يلا باي باي.